قامة المنتخب الوطني على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر. هناك كل الظروف مواتية للابتعاد عن الضغط وضمان التركيز المميز. لحد الآن وصل 14 لاعبا من أصل 25، فهل يقلق هذا الأمر المدرب الوطني رابح سعدان؟ خدمة كما يقول لك تبدا بكري مليحه لينا، مهما العدد ماهوش موجود، ولكن حنا كنا ننتظروه. واكيد باللي في بدايه الاسبوع الاول، يعني من 17 ماي الاغلبيه تاع اللاعبين ان شاء الله تكون هنا باش تعسكر ويديروا على الاقل شيء 19 ايام في الارتفاع. من بين الأسماء الحاضرة وجه جديد يعد بالكثير، إنه قد يرى الذي يتحدث حصريا لتلفزيون الجزائري. Moi j'y crois, moi Inch'Allah, on a une bonne équipe de bons joueurs, un bon cœur, donc Inch'Allah, avec comme on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. كريم زياني الذي يعد رقما مهما في معادلة المدرب الوطني رابح سعدان يعول كثيرا على هذا الطرابلس للعودة بقوة. On peut dire que rien ne remplace la compétition, c'est clair. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé, je me suis entraîné. Normalement, j'ai beaucoup travaillé physiquement. Maintenant, on a encore un mois de stage, on a 2 matchs amicaux, Inch'Allah, pour être bien lors des matchs. اللحظات التي قضيناها اليوم مع عناصر المنتخب الجزائري جعلتنا نشعر برغبة كبيرة في نفسية اللاعبين لتحقيق تألق جديد. قد ما نقربوا، قد ما لا بريسيون تزيد، قد ما لانتونسيون تزيد، اون سرا بلوس كونسونطري. ان شاء الله حنايا واش نقول لك نبريباريو كيما يلزم كيما يلاق ونكونوا ان شاء الله اون فورم. على كل حال ما يتخوفوش، كيما نقول كاين 3 مهاجمين نقدروا نزيدوا مام مطمور، باسكو مطمور يلعب مهاجم في فريق وعنده الاكسبيريونس باش ديجا راه اتاك، نقدروا نقولوا 4. وعندنا ثانك لي ميليو تيران اوفونسيف اللي يقدروا يلعبوا مهاجمين، تما من الناحيه هذه ما كانش مشكل. كل الظروف اذا توحي بتحضير من اعلى مستوى في هذا المركز الذي تعاقب عليه اكبر واعرق الانديه والمنتخبات. المنتخب الجزائري يبدا الامور الجديه ابتداء من الغد، والكل يرغب في أداء تحضير يليق بمستوى المونديال ويسمح للمنتخب الجزائري بالذهاب بعيدا في أكبر حدث عالمي. كريم عثمان، مبعوث التلفزيون الجزائري إلى كران مونتانا، سويسرا. هذا وبإمكان اللاعب الدولي نذير بالحاج المعاقب من طرف الكونفدرالية الإفريقية